السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم البسكوت الجميل ده من غير من غير دقيق طبعا، ومن غير فرن. يعني بطريقة خالص سهلة وبسيطة، ومكونات يعني برضو كانت سهلة خالص. ما شاء الله طلع بالجمال ايه والروعة زي ما انتوا شايفين كده. وبصراحة يعني مخدش اي وقت. يعني لو جايلكم ضيوف ولا اي حاجة في نص ساعة يتعمل. دي بقى كل المكونات اللي معانا. معايا بسكوت سادة، اي نوع بسكوت يعني تفضلوه. دولت حوالي 350 جرام، وكوباية لبن، واربع كوبايات واربع معالق كاكاو خام، وديت معلقتين زبدة، ودولت معلقتين سكر بودرة. دولت 4 معالق كاكاو. هنفرم بقى البسكوت في الكبة ونرجع لكم. ممكن يتحط في الكيس وتكسروه عادي، بس انا عايزاه يبقى ناعم، يعني الوصفة ديت يبقى ناعم فالكبة احسن. هنا بقى بعد ما خلاص فرمته هنحط بقى عليه المعلقتين السكر والاربع معالق كاكاو. اللي مش حابب يضيف السكر يعني اللي يريحكم، بس عشان الكاكاو كتير فهيبقى حسيته هيبقى عادي بشوية. يعني هو ما شاء الله ما كانش مسكر يعني جامد. البسكوت اللي انا مستخدماه يعني ما كانش ايه، هو نوعه مش مسكر. ممكن بقى انتوا لو البسكوت اللي انتوا مستخدمينه دسم ومسكر جامد ممكن تقللوا السكر والزبدة. بس انا يعني برضو مش مكترة زبدة، انا حاطة معلقتين بس. ممكن اللي حابب يزود برضو زبدة يعمل ايه 4 معالق، بس انا بصراحة ما حبيتش ازود عن 2 عشان لسه بقى نكملها باللبن. هنقلبهم بقى كويس مع بعض، وبعد كده بقى ايه هنضيف عليهم اللبن. هنضيف بقى شوية ايه، مش هنضيف كل الكوباية، هنضيف حوالي كوباية الا ربع كده، ولو احتاجنا بقى هنزود، عشان بس ما يطرش مننا ونرجع ايه نبوظ الوصف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله طريقته سهلة خالص، ومكوناته يعني برضو سهلة. يعني انا كان عندي بسكوت من بتاع المدارس، كانوا الولاد واخدينه في المدارس، وكملت عليه بس باتنين ايه باكت يعني. لقيته محتاج شوية لبن، زودت كمان شوية. هنقلبهم بقى كويس مع بعض لحد ما يبقى عجينة معانا ايه سهلة كده ان احنا نشكلها زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم بقى ان هو فضل منه ايه من الكوباية شوية اللبن دول، حوالي معلقة كده او معلقتين كبار. لان ايه وده بقى الشكل النهائي للبسكوت بتاعنا، يعني عايزاه بالطريقة دي كده، يعني ايه نضغط عليه كده يتشكل معانا. جبت بقى ورقة زبدة، او ممكن استريتش راب او كيس من بتاع التخزين، يعني اي حاجة ايه تفضلوها يعني، بس حاجة ما تكونش بتلزق يعني ايه فيها. هنفضي بقى عليه كمية البسكوت اللي معانا. ينفع برضو للأطفال، وينفع في أعياد الميلاد، يبقى جميل برضو في أعياد الميلاد. الأطفال طبعا بتحب الحاجات دي. هنفرده بقى كده كويس في الورقة لحد ما يبقى كله كده سوي بعضه، وهنلفه بقى رول كده في الورقة وندخله بقى شوية الفريزر أو التلاجة. كده بقى بالشكل ده هنلفه بقى كده ايه بالورقة الزبدة، نغلفه كويس، نضغط عليه كده عشان كله يتمسك يعني مع بعض. كده بقى جاهز، هندخله بقى التلاجة أو الفريزر حوالي ساعة، أو حسب بقى الوقت اللي انتوا تفضلوا. يعني أنا سيبته ساعة واحدة بس. نوريهولكم بقى إن شاء الله بعد ما يطلع من التلاجة. دي بقى الشوكولاتة اللي انا هنزين بيها في النهاية.
اي بقى اي شوكولاتة يعني موجودة عندكم. هنقطعها بقى كده قطع صغيرة عشان ايه نعمل لها بقى حمام ماء او ندخلها الميكرويف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش بقى يا حبايبي تدعموني باللايك. كده بقى الشوكولاتة خلاص بعد ما قطعتها بقت جاهزة. هنفضيها بقى في اي حاجة عشان ايه نحطها بقى ايه نسيحها زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى ما شاء الله طلعت معاكم البسكوت بقى من التلاجة عشان بقى ايه نشكله بقى معاكم. هنقطعه بقى كده بالسكينة. سهل خالص وما خدش اي وقت، وتشكيله كمان سهل، وبقى ممكن يتشكل بقى ايه دواير او اي اشكال بقى انتوا عاوزينها. ممكن برضو يتعمل دواير وتحط برضو في الشوكولاتة، هيبقى شكله برضو جميل. بس انا يعني حبيت الشكل ده. طلع بقى جميل كده زي ما انتوا شايفين. بوريهولكم يعني كمان من قريب. هنزينه بقى بالشوكولاتة. الشوكولاتة خلاص ما شاء الله ساحت. انا سيحتها بس على حمام ماء كده، ما حطيتش عليها ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة. نحط بقى فيها البسكوت كده، ونحطه بقى على بلانشة كده. حط عليها بس كيس عشان الشوكولاتة يعني لو نزلت ما تلزقش فيها. سهل خالص وما خدش ايه بصراحة اي وقت. طالع كده بالجمال ده زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى عليه كده ايه سبرينكل كده اللي هو الشوكولاتة ده. زينتي بيه برضو من فوق بيدي شكل يعني حلو. بسرعة يعني كده قبل الشوكولاتة ايه ما تنشف، لانه عارفين الجو برد والشوكولاتة بتنشف بتمسك بسرعة. يعني في الحركة دي خلي ايديكم يعني ايه خفيفة كده عشان قبل الشوكولاتة ما تنشف. ندخله بقى التلاجة شوية برضو الشوكولاتة تنشف خالص، وبعد كده بقى نقدمه معاكم. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعته من التلاجة الشوكولاتة خلاص مسكت خالص. هنقدمه بقى في الطبق التقديم. زي ما قلت لكم بقى ينفع في اعياد الميلاد في اي مناسبات، يعني بصراحة كان سهل خالص وما خدش اي وقت. وانتوا عارفين طبعا الاطفال بتحب الحاجات يعني ايه ديت، والشوكولاتة يعني كمان الكل بيحبها. هو بصراحة كان طعمه جميل خالص. طلع بقى بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شايفين. الشوكولاتة متماسكة خالص. مديها شكل بقى كده بيلمع من فوق جميل خالص. بتمنى بقى يا حبايبي ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. هندوق كمان واحدة بقى معاكم تشوفوه برضو من جوه متماسك وجميل خالص. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.